السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا يا جماعة الفيديو ده موجه لتالتة اعدادي لانهم الفترة دي خلاص على وشك انهم هما يمتحنوا ان شاء الله. فالفيديو ده موجه ليهم. اتمنى انكم انتوا تكملوا الفيديو للاخر علشان في شوية نصايح مهمة الفترة دي لازم تعملوها، علشان لو انت ناوي انك انت ان شاء الله تقفل المادة او مثلا ناوي انك انت تطلع من الاوائل، فان شاء الله الفيديو ده فيه شوية نصايح، اهم شوية النصايح اللي الطلاب بيعملوها بتوع الاوائل اللي هم بيطلعوا الاوائل دايما على المدرسه او على الدفعه بتاعتهم. في شويه النصايح دول يا جماعه اتمنى كلكم تعملوا بيها وتطبقوها، لان والله العظيم بجد يعني النصايح دي لو اتبعتوها هتفرق جدا في درجاتكم. فاتمنى تكملوا الفيديو للاخر وهاتوا ورقه وقلم واكتبوا ورايا كل اللي بقوله. تمام. النصيحة لو هي ان احنا نحافظ الفترة دي على نفسيتنا كويس، علشان النفسية هي العامل الاساسي انك انت تذاكر. يعني انت اصلا لو ما حافظتش على نفسيتك الفترة دي مش هتعرف تذاكر ولا هتعرف تركز خالص. فالعامل الاساسي هو انك انت تحافظ على نفسيتك وتقلل من التوتر. حاول على قد ما تقدر انك انت تجرب تمارين للتنفس، وكمان اللي هي تمارين انك انت تاخد شهيق وزفير. وتاني حاجة او مثلا انك انت تتأمل. دي التأمل والتنفس الاتنين دول بيساعدوك على انك انت تقلل التوتر اللي عندك. تمام. فالفترة دي يا جماعة لازم على قد ما تقدروا انكم انتوا تحافظوا على نفسيتكم. تمام. دي النصيحة الاولى، انكم انتوا لازم تحافظوا على نفسيتكم الفترة دي. تاني حاجة يا جماعة وهي ان احنا ننظم وقتنا. حاولوا على قد ما تقدروا تنظموا وقتكم الفترة دي، لان خلاص مش معاكم وقت انكم انتوا تضيعوا. تمام. نظموا وقتكم وحاولوا تعملوا جدول انكم انتوا تذاكروا بيه. الجدول ده هاتي مثلا انكم انتوا تحددوا فيه الوقت اللي انتوا هتذاكروا فيه والوقت اللي انتوا هتستريحوا فيه. تمام. يعني يا جماعة لازم نمشي يومنا بالورقة وبالقلم من بداية يومنا كده لآخر اليوم، علشان نستفيد بالوقت وما يضيعش مننا، لأننا الفترة دي محتاجين الوقت جدا. فحاولوا على قد ما تقدروا تمشوا اليوم بالورقة وبالقلم، وده هيفرق معاكم جدا الفترة دي. فالنصيحة الأولى يا جماعة وهي إن احنا نحافظ على نفسيتنا كويس الفترة دي. تاني حاجة إن احنا ننظم وقتنا كويس. تمام. لو انت بتذاكر وبتراجع على اليوتيوب، فانت لازم تلخص ورق المدرس. تمام. او تمسك الكتاب وتبدأ صفحة في صفحة كده، لو في معلومة مفيدة ولسه انت أول مرة تسمعها تسجلها في الكتاب. تمام. وكمان لو انت مش معاك كتب وبتحب انك انت تلخص، فتبدأ انك انت تكتب التلخيص بتاع المدرس اللي بيشرحه في الكشكول، وتبدا انك انت تذاكر التلخيص ده، لانه ده هيساعدك على انك انت تثبت المعلومه في دماغك. تمام. يبقى ذاكروا التلخيصات اللي انتوا بتلخصوها بايديكم، او بتذاكروا مثلا بطريقه الورقه والقلم. تمام. يبقى تالت حاجه يا جماعه ان احنا نذاكر الملخصات اللي احنا بنلخصها بايدينا، او نذاكر بالورقه والقلم. رابع حاجه ان احنا لازم من الفتره دي نستغلها في الحل. لو انت لسه هتبدا مذاكره من الاول ولسه ما حلتش اي حاجه مع المدرسين، فتبدا انك انت تنظم وقتك. الصبح مثلا انك انت تذاكر، وبالليل انك انت تحل. حتى لو انت لسه ما بداتش انك انت تذاكر عادي، حل الاسئله وهي الاسئله هتبدا تثبت في دماغك. تمام. بس انا بفضل انك انت تذاكر وبعدين تحل. يبقى ذاكر مثلا، خلي الصبح مثلا الفتره الصبحيه انك انت تذاكر، والفتره بتاع الليل انك انت تبدا انك انت تحل محافظه. لازم تحلوا محافظه من كل ماده. تمام. عندك 5 مواد، كل يوم تمسك 5 محافظات، في كل مادة محافظة ولازم تحلوها. لأن المحافظات يا جماعة بتساعدكم على إنكم انتوا بتثبتوا المعلومة وبتثبتوا الحل بتاع الأسئلة في دماغكم. تمام. فالفترة دي لازم تستغلوا الفترة دي في الحل. تمام. وكمان في برضو مراجعات حلوة جدا على اليوتيوب، فتبدأ انكم انتوا تسمعوها. وفي كمان بينزلوا أسئلة، بس هتبدأ انكم انتوا تسمعوا أسئلة. اسمعوا أسئلة كتير وحلوا أسئلة. وما تنسوش انكم انتوا تحلوا الامتحانات السابقة. ليه؟ لأن كل الامتحانات اللي بتيجي على نفس النمط بتاع الامتحانات السابقة. تمام. فابدأوا انكم انتوا تحلوا الامتحانات السابقة برضو، بس بعد ما تخلصوا الامتحانات اللي هي المحافظات. تمام. خامس حاجة وان احنا نجرب طريقة مختلفة في المذاكرة. نذاكر ازاي؟ نذاكر بطريقة الساعة والربع ساعة استراحة. تمام. نذاكر على قد ما نقدر الفترة ديت ونستغل الوقت كويس، ومعانا 24 ساعة. فالمفروض ان احنا ناخد من 7 ل8 ساعات مذاكرة كل يوم. لو انت طالب لسه ما بدأتش مذاكرة لحد دلوقتي، فالمفروض انت معاك من 7 ل8 ساعات في اليوم تذاكرهم. وتبدأ انك انت تقسم يومك كويس على قد ما تقدر. في نص اليوم الاولاني انك انت تذاكر، والنص الاخراني انك انت تبدا تحل. حتى لو انت لسه ما بداتش مذاكره ابدا حل، لان الحل والله يساعدكم كتير انكم انتوا تحلوا وتقفلوا المنهج. لان الاسئله بتتكرر، كل ما بتحلوا محافظات هتلاقي اصلا السؤال متكرر في المحافظه الاولى وفي المحافظه الثانيه وهكذا. تمام. اسمعوا القصة دي يا جماعة، لأن هي هتساعدكم على إنكم انتوا
تتحفزوا وانكم انتوا تقوموا دلوقتي تذاكروا، وانكم انتوا تبداوا تخططوا من جديد، وانكم انتوا تستمروا. في يوم من الايام كان في واحد اسمه احمد ده كان طالب مجتهد، لكن كانت عنده مشكله ان هو دايما بيتاخر في المذاكره، وكان بيحب ان هو يقضي وقته مع اصحابه. لكن مع قرب الامتحانات بدأ احمد يحس بالضغط، فقرر ان هو يغير من اسلوبه، وبدأ ان هو يعمل جدول يومي للمذاكره، وخصص اوقات للعب مع اصحابه. في البدايه كان الامر صعب، لكن مع مرور الوقت بدأ ان هو يتحسن، ويشوف درجاته بدأت تتحسن، وبدأ يحس بثقة اكبر. في يوم الامتحان دخل احمد اللجنة وهو مطمن، بعد ما خلص حس ان هو قدم افضل ما عنده. وبعد النتائج فرح احمد جدا لما شاف ان هو نجح بتفوق. احمد تعلم درس ان هو الالتزام والمثابرة هما مفتاح لتحقيق الاهداف. فالقصة بتاعت احمد دي بتعلمنا ان احنا لو قررنا ان احنا نشتغل بجد ونكون ملتزمين هنقدر نحقق اي حاجه ان احنا بنطمح ليها. اتمنى بعد ما سمعتوا الفيديو للاخر انكم انتوا تقوموا تجيبوا ورقه وقلم، وتبداوا انكم انتوا تذاكروا من اول وجديد، وتخططوا يومكم يمشي ازاي، وتبداوا انكم انتوا تحلوا كمان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وباي.